أرسل لي واحد رسالة أخ من مكة يعرفه، قال أن ديارهم عند الطائف ليس القديم، قبل 30 سنة في قبر هناك اسمه قبر سعيد، يسمونه سعيد العضيد، يعني الذي يعتكف عنده أو يزوره ممكن يعضده، يعضدهم عضد. يقول الناس تأتي لها أماكن شتى ويعلقون في الخرق على السياج. شوف قبل 30 سنة قريب من الطائف. يقول ففي واحد غاضب هذا الأمر يعني، فيقول هذه الخرق اللي تعلق سأخذها وأذهب بها الخياط وأفصل منها السراويلات. السراويلات هذا مفرد. قال كيف تفعل هذا ولي والناس. قل أخذ هذه الأقمشة وفعلا ذهب وخيطها سراويلات. فلما فعل ذلك الرجل صرع، فالناس تعلقت أكثر. يا شفت استهتر واستهان بهذه الخرق التي الناس تعقدها على سياج قبر سعيد. فقال لهم قائل أن ائتوني به ونذهب عند القبر ونأتي بشاة ونذبحها عند القبر ويقوم إن شاء الله. شوف يعني إن شاء الله. وفعلا أتوا بشاة وذبحوه عند القبر فقام الرجل سويا. تفسير ذلك قلنا عدة مرات. ما هو يا أخوان؟ أن هذه الشياطين صرعته. لماذا تستريد الشياطين؟ تصرعه حتى يتعلق الناس بالشرك. والله ماذا يقول عن الشيطان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. ويقول الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فيريد أن يعلق الناس بغير الله حتى يدخلهم نار جهنم والعياذ بالله. فعند هذا الفعل يصرع، فإذا ذبحوا لغير الله وتعلقوا بغير الله خرج الشيطان أو الجن، فتعلق الناس أكثر وأكثر بهذا المخلوق الميت المدفون. هو ما صنع شيء الميت ولا يملك أن يصنع شيئا أصلا. الله جل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور. يقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لكن هذا لماذا صرع؟ جن والشياطين صرعوه حتى يتعلق الناس بغير الله تبارك وتعالى. فالأمر خطير. هو الرجل حدثني مشهد زرت أنا في الحج اسمه صالح القرشي. يقول هو أدرك هذا قبل 30 سنة، هو تقريبا بسني. فشوف انظروا، لا تقول التوحيد خلاص فهمناه، ما زال الناس تتعلق بغير الله عز وجل. يقول قرية قريبة من الطائف، قريتهم هم، الله المستعان.